البسطيلة كانت تصنع من عجينة، وبعدما عرف الجزائريون الديول عن طريق العثمانيين أصبحت أكثر سهولة باستعمال ديول. دخلت البسطيلة بالديول للمغرب عن طريق الجزائر. البسطيلة هي أكلة أندلسية جزائرية عريقة، وتعود لآلاف السنين، ومذكورة في مئات المصادر التاريخية باسم الجزائر. كتاب عمدة الراويين في تاريخ الطوين لأحمد الرهوني، وهو علامة ومؤرخ وأديب مغربي، ولد سنة 1871 وتوفي سنة 1953، في صفحة 92 يذكر فيه أن المهاجرين الجزائريين إلى تطوان هم من أدخلوا البسطيلة، وهناك مصادر أخرى تثبت أن البسطيلة جزائرية وليست مغربية.